Yesterday I was so tired, so I hit the sack early. Today I met some new people at work, tried to break the ice and looked after a new colleague who seemed a bit lost. The manager suddenly turned up, but I told myself no big deal and tried to chill out and stay calm. Yesterday, I was so tired, so I hit the sack early. Today, I met some new people at work, tried to break the ice, and looked after a new colleague who seemed a bit lost. The manager suddenly turned up, but I told myself, no big deal, and tried to chill out and stay calm. لو فهمت الكلام اللي فات ده فأحب أهنيك لأن أكيد مستواك جامد في اللغة، ولو ما فهمتوش فأحب أقولك إن الكلام اللي أنت ما فهمتوش ده هو الكلام اللي بيقولوه أصلا أهل اللغة، واللي لو ما فهمتوش مش هتقدر تتواصل معاهم ولا تتكلم زيهم ولا حتى تفهمهم هما بيتكلموا. هو إيه أصلا بقى الكلام ده؟ أهلا بيك في السلسلة الجديدة على القناة اللي هنتكلم فيها عن 3 حاجات مهمة جدا لو عايز تتكلم إنجليزي زي الناس الأصليين، وال3 حاجات دول هما الإيديومز والفريزال فيربس والسلانج. طيب يعني إيه كل واحدة فيهم وإزاي هيساعدونا نتكلم بطلاقة؟ تعالوا نشوف. أولا الإيديومز دي هي التعبير الاصطلاحية. الإيديومز هي جمل ما ينفعش تترجمها حرفيا لأن معناها بيكون مجازي، زي مثلا It's raining cats and dogs، يعني الدنيا بتمطر جامد جدا، مش إن في قطط وكلاب بتنزل من السماء. ليه بقى نتعلم الإيديومز؟ لأنها بتخلي كلامك طبيعي زي كلام الناس الأصليين، وبتفهمك أكتر لما تسمع أفلام أو تتكلم مع أي حد نيتف. تاني حاجة هي الفريزال فيربس أو الأفعال المركبة. إيه بقى الفريزال فيربس دي؟ عبارة عن فعل وحرف جر أو فعل وجنبه ظرف، ولما بيتجمعوا بيعملوا معنى جديد تماما، زي مثلا كلمة gives up على بعضها gives up، تمام. give لوحدها يعني يعطي، up يعني أعلى، على بعضها give up يعني يستسلم. أو مثلا كلمة look after، look يعني ينظر وafter يعني بعد، والاتنين على بعض look after يعني يعتني بيه. ليه مهمة بقى؟ لأن الإنجليز بيستخدموها كتير جدا في كلامهم اليومي، ومش هتفهم الجمل كويس غير لما تعرفها. تالت حاجة هي السلانج. السلانج هو الكلام العامي أو الدارج. السلانج هو الكلام اللي بيتقال في الشارع أو بين الأصحاب، ومش بيكون رسمي، يعني زي واتساب، يعني عامل إيه. ليه نتعلم السلانج؟ علشان تفهم الناس كويس في الحياة الحقيقية، في المسلسلات وفي أي دردشة طبيعية، وكمان تقدر ترد بطريقة تبين إنك مرتاح في اللغة. الخلاصة إن تعلم الإيديومز والفريزال فيربس والسلانج مش رفاهية، دي مفاتيح الفهم والتعبير في اللغة الحقيقية، مش بس اللي بنتعلمه في الكتب. تابعوا السلسلة لأننا هنشرح كل حاجة بمواقف وأمثلة ممتعة، وتقدروا تستخدموا الكلام ده في حياتكم اليومية بسهولة.